أهلا بيكم يا شباب. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مباراة الزمالك اللي جاية في الدوري واللي هتكون قدام سيراميكا كليوباترا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ. يوم الجمعة الساعة 7 مساء هيتواجه نادي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري للمرة السابعة في تاريخهم، وفي الست ماتشات اللي فاتوا كلهم انتهوا بالفوز لصالح نادي الزمالك. سجل فيهم الزمالك 13 جون مقابل 4 بس لصالح سيراميكا كليوباترا، واخر مواجهة بينهم انتهت لصالح الملكي بالفوز بالثنائية نظيفة. نادي الزمالك السنة دي لعب في الدوري 17 مباراة، قدر انه يحقق الفوز في 8 منهم وتعادل في 4 وخسر 5 ماتشات علشان يتواجد في المركز ال 12 برصيد 28 نقطة. أما عن سيراميكا اللي لعب السنة دي 23 مباراة وفاز في 9 وتعادل في 7 وخسر في 7 برضه علشان يكون في المركز السابع برصيد 34 نقطة. ماتش يعتبر سهل على لاعبين نادي الزمالك اللي أكيد معنوياتهم عالية بعد التتويج بالكونفدرالية، وكمان تاريخ المواجهات اللي لصالحهم أكيد، وده بيديهم ثقة أكتر في النفس. أما عن التشكيل المتوقع لنادي الزمالك بقيادة المدرب جوزيه جوميز، واللي هيكون بطريقة 4-3-3 التقليدية، وهيبدأ كالعادة في حراسة المرمى محمد عواد، وفي الدفاع عمر جابر ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي. أما عن ثلاثي خط الوسط هيبدأ دونجا مع ناصر ماهر وعبد الله السعيد، وفي الهجوم مصطفى شلبي وزيزو، وقدامهم المهاجم سيف الدين الجزيري. والمباراة هتكون منقولة عبر قناة اون تايم سبورت 2. وما تنسوش تقولوا لنا توقعاتكم للمباراة في الكومنتات ومين اللي هيسجل، وأهم من كل ده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وسلام.